خليني اروح للاهلي وفاركو بكره. هل النادي الاهلي هو داخل تحدي جديد او تحدي مختلف بعد ما خلص بطولة افريقيا؟ هل هيبقى في تغيير في التشكيل، تغيير في طريقة اللعب، تفكير كولر، في ظل كمان ان هو عنده اصابات؟ يعني عنده وسام ابو علي مصاب، في عدم قناعة بمودست طبعا، محمد هاني واخد اجازة طبعا عشان جوازه، فهل الشناوي هو اللي هيرجع يلعب؟ شايف من وجهة نظر حضرتك ان هيكون في تغييرات كبيرة بكرة في تشكيل النادي الاهلي قدام فاركو ولا لا؟ انا شايف انه مش هيعمل اي نوع من انواع التغييرات في طريقة اللعب. اوكي. نفس طريقة اللعب، الاسلوب اللي هيشتغل بيه هو اللي هيشتغل بيه، لانه اللعيبه حافظاه تمام وشغالين بيه جيد جدا الفتره، خاصه الفترات الاخيره في بطوله افريقيا وماتشات الدوري العام اللي قبل اثناء بطوله ابطال افريقيا. الحاجه الثانيه هو عنده بدايل، يعني وسام متعور ممكن كهربا هيشتغل عادي جدا مفيش مشكله فيه. محمد هاني مش موجود، اكرم توفيق هيشتغل، كريم فؤاد هيشتغل، عمر كمال هيشتغل. فهو ما عندوش مشكله، هو ما عندوش مشكله في البدايل. المشكله الوحيده عنده اما كان البديل بتاع علي معلول، واوجد له كريم فؤاد، وكريم فؤاد يقدر يشتغلها، وعمر كمال بدا يشتغلها برضه، يقدر يشتغلها. هو ما عندوش مشكله في القصه دي. الحاجه الثانيه هو اهم شيء هو بيعاني منه او هيتنوا يعاني منه الفتره اللي جايه دي، هو الضغط بتاع تقارب المباريات، اللي هو كل 3 ايام يلعب ماتش. هو ده اللي هيعمل، هو ده الهاجس الوحيد اللي عنده. ليه؟ لانه الفرق بينه وبين المنافس بيراميدز في الوقت دوت اللي هو اقرب حد ليه عشان الدوري، هيخليه دايما مضغوط، لانه لازم يكسب كل الماتشات اللي داخلها. ده لوحده ضغط كبير جدا وشديد. الضغط الثاني الزمن، ضغط الزمن. ما انا ما عنديش مثلا كل اسبوع يبقى فيه راحه وفيه لا، فضغط الزمن مضاف الى ضغط النتائج اللي لازم تتحقق. ده اهم ضغطين او اكتر ضغطين عليه هيتعبوه. وكل ما هيكسب بيراميدز في الماتشات اللي بتاعته هيزيد الضغط. ده نوع الثالث من الضغوط، ضغوط الفرقه المنافسه في حاله مكسبها تزيد الضغط علينا. فده، انما هل لعيبه النادي الاهلي هتستحمل ده وتقدر تشتغل على ده؟ هم متعودين على كده. الشناوي هيرجع للتشكيل الاساسي اعتقد ده الافضل، ده الطبيعي. هو الجول الاساسي، يعني هو الجول الاساسي بتاع النادي. مصطفى جول ممتاز جدا، وجول مستقبل النادي ده ما فيهاش جدال، ما فيهاش جدال. انما الجول الحارس الاساسي بتاع النادي الاهلي دلوقتي هو محمد الشناوي. لكن مش ظلم لشوبير؟ لا، ما اعتقدش انه ظلم. مش ظلم. وجهه نظري الشخصيه لا مش ظلم. لانه مصطفى لما هيبقى في الوقت ده، مصطفى لما هيبقى في البوزيشن ده هيبقى هو الاحق. لما يجي عليه الدور هيبقى هو الاحق.